مش بستغرب لما الاقي ابن خلدون في المقدمة وتشريحه لتكوينة المجتمع المصري. كمان المقريزي في كتابه المهم السلوك لمعرفة دول الملوك الجزء الثاني، ومولانا المؤرخ العظيم ابن ظهيرة. تعالوا بقى نشوف الوصف العبقري اللي وصفه ابن ظهيرة للمصريين، والكلام ده يمكن على سنة 1280 ميلادية. هو بيوصف الأحوال بتاعة المصريين في